أهلا وسهلا متابعي قناة يستيقر. اليوم سنتحدث عن المأساة التونسية الباجي قائد السبسي وعن قراراته. وقبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة لتشجيعنا على المزيد من الفيديوهات. أولا، لنعلم من يبدل شرع الله بالأحكام والقوانين يكون هذا كافر خارج من الملة، وهذا ما نراه من حاكم الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، فقد قام بتبديل شرع الله بأحكام وقوانين وافق عليها من قبل السيدة بشرى بن حميدة، والقوانين كالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وإعطاء الشواذ حقوقا كاملة، وكل هذا في بلد مسلم. المساواة في الإرث اللي هو أهم مساواة بقات ما هيش جاية. هذا الموضوع احنا حسمنا فيه، لأن احنا ما عندناش له علاقة بحكاية الدين ولا بحكاية القرآن ولا بحكاية الآيات القرآنية. احنا عندنا التعامل مع الدستور اللي أحكامه آمرة كما قلنا، ونحن في دولة مدنية، والقول هو أن المرجعية تاع الدولة التونسية هي مرجعية دينية خطأ، وخطأ فاحش. فإن هذا الذي يسمى الباجي يقوم على محادة الله ورسوله فيما يفعله، وينبغي أن يعلموا إخوة التوحيد في تونس أن ما يفعله مخالفا لشرع الله ولا ينبغي أن تطيعوه، فإن طاعته كفر لا شك ولا ريب في ذلك. وهذا يشبه ما يفعلونه الماسونية، وكيف يجعلون الشعوب تتقبل الكفر ببساطة بواسطة الحكام. فإن حاكم تونس يعمل على إنجاح أهداف الماسونية في البلاد العربية كنشر الإلحاد والفساد والشذوذ، وجعل القوانين المدنية هي من تحكم الشعب عوضا عن شرع الله، بل قام بتغيير شرع الله في القرآن. وهل يوجد أقبح من ذلك؟ أي أعطى الماسونية ما تريد، ولم يتبقى إلا أن يلغي الدين نهائيا من البلاد، وهذا لا نستبعده. فالثبات يا أهل تونس، وإياكم أن تطيعوه على هذا الكفر، فشرع الله لا يوجد شرع بعده. وأنا أعرف أن كل التونسيين المؤمنين سيقفون له وقفة شامخة، وإن شاء الله سيتراجع عن كل قراراته. وهنا نصل إلى آخر الفيديو. أرجو أن تشتركوا في القناة لدعمنا، لأننا نأخذ الثواب، وأنتم كذلك تأخذون الثواب عند الاشتراك والإعجاب بالفيديو ونشره لأكبر عدد ممكن لتوعية الناس وأخذ الثواب. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.